بسم الله وباسم الشعب نبدأ الحراك للثورة. رسالة للشعب المصري: مفيش وقت للبكا والنواح، ولا يكون في ميعاد للثورة بتاريخ 17. يتم النفير العام من 1 مارس. يتم النفير العام من 1 مارس، وبداية الثورة تقوم على أعضاء مجلس الشعب في أماكنهم الذي يسكنون فيها والذي يمتلكونها. ركز واصحى يا شعب، لأن خلاص مفيش وقت، والبلد بتتباع بمباركة مجلس الشعب. فلا بد من بداية الثورة تقوم على أعضاء مجلس الشعب والسيسي، وتبدأ الثورة بمحاصرة ممتلكات جميع أعضاء مجلس الشعب والأحزاب السياسية. تتم محاصرة جميع مقراتها، والهدف من ده إن يبين للعالم إن الناس دي لا تمثلنا، لا مجلس شعب ولا حكومة ولا رئيس. علشان أول ما تبدأ الثورة ويتم إسقاطهم، تتم إسقاط الديون الذي أهلكونا بها والذي دمروا بها البلد، وإحنا ما شفناش منها حاجة. الديون دي ولا استفدنا منها بأي شيء، وكل اللي ما نستفاد منها السيسي والجيش وأعضاء مجلس الشعب. أعضاء مجلس الشعب. الثورة مش هتكون على السيسي بس. بصوا شوفوا أعضاء مجلس الشعب منين، كلهم لواءات وكلهم ضباط وكلهم مواليين للسيسي اللي هو جابهم. مستقبل وطن، حماة وطن، وكله باسم الوطن، وبيبيعوا باسم الوطن. لا معاد للثورة، لا معاد للثورة. الثورة تبدأ من 1 مارس إلى إشعار آخر، وانتهى الكلام. مفيش كلام تاني. ده لو عايزين نلحق البلد، غير كده البكا والنواح على النت لا يفيد. وهقول لكم بعد كده الحراك يبدأ ازاي على أعضاء مجلس الشعب.